هنا الرجاله والستات برضو يحطوا الاكسسوارز، سواء الذهب، سواء الساعات، سواء المناديل. مرحبا، انا محمد مصطفى، مستشار عقاري في دبي، وجاي النهارده جايب لك واحد من اجمل المشاريع اللي بنصحك فيها شخصيا انك تستثمر فيها. واكيد مش هقول لك الكلام ده بس مجرد كلام، لا، انا جايب لك الزاويه على اكبر قدر ممكن ان اوريك ايه اللي انت بتستلمه، ايه نوع الكواليتي، مين المطور، فين اللوكيشن، الاسعار، خطه الدفع، ايه اللي بتستلمه من المشروع ده، او ايه اللي بتستلمه مع المطور ده، وليه تستثمر معاه. لانك انت المطور سمعه، وممكن يكون مطور جديد او مطور قديم نقدر نستثمر معاه حسب الباك جراوند بتاعته. ممكن مطور جديد زي اللي احنا بنتكلم عنه النهارده ده عنده خبره في الكونستراكشن في اوكرانيا، صاحب الشركه اوكراني، ليه في دبي بقاله 2.5 سنين، وعنده اكتر من 15 مشروع طرحهم حتى الان. 4 مشاريع هيتسلموا السنه دي في 2025 الكوارتر الرابع في الجي في سي. طبعا الناس اشترت باسعار كويسه جدا من 2.5 سنين، والنهارده في اعاده بيع هتحصل او بتحصل. بس الفكره كلها هنا بقى نرجع بالتاريخ لورا. او انت النهارده لو بتشتري عقار لازم تبقى عارف انت بتشتري ليه. انا هديك نصيحه مهمه جدا، وكمان هديك نصيحتي انك تشتري في المشروع ده والاسباب اللي تخليك تشتري في المشروع ده. الناس، انت لما تيجي تشتري عقار لازم تعرف انت هتبيع لمين او هتسكن مين. لو بتاخد استوديو فما تتوقعش انك تسكن عائلات، لان الاستوديو ما ينفعش للعائلات، الاستوديو ينفع للافراد، للكابل، لكن ما ينفعش لاسره وكمان معاهم طفل ولا حاجه. لكن الغرفه وصاله وانت طالع للعائلات. الفرق بين الاثنين الاستقراريه. الاسره بيبقى عندها فند اكتر، عندها استابيليتي اكتر، استمراريه اكتر، استقرار اكتر، على عكس الكابلز مثلا، او على عكس السنجل مثلا، شخص فردي. يا اما هو بكره هيكبر ويبقى في اسره وينقل على غرفه وصاله او غرفتين وصاله، يا اما ممكن امور الماليه تتحسن فينقل لمكان تاني فسهل ان ينقل. لكن الاسره مجرد ما لقيت مكان عندها عيل او عندها طفل او طفلين صغيرين دول في المدرسه او في الحضانه، فهم ما بيصدقوا يلاقوا مكان يدخلوا فيه المدارس ويستقروا وتبقى امورهم طيبه. طيب النهارده انا جايب لك نبدا بالمطور، وليه ان انا مثلا بقول لك استثمر في المشروع ده. بكل بساطه عزيزي المستثمر العقاري، المطور طور زي ما قلت لك بقاله 2.5 سنين في السوق العقاري، هو جزء من مجموعه كبيره اسمها تي اس زد. تي اس زد دي هي مسؤوله عن كذا حاجه، من ضمنها الديفلوبمنت العقاري، وكمان المانجمنت، البروبرتي مانجمنت، والرنت مانجمنت، وكمان جزء الفندقه او الهوسبيتاليتي. فهي اوريدي جروب كبير من بدري موجود في السوق، هو اصله اوكراني وجاي من اوكرانيا وصاحب الشركه اوكراني. عشان كده دي الناس دي عندها خبره في العقارات، عندها خبره في الكونستراكشن، عندها خبره يعني ايه، عندهم دراسه. لانك انت في حاجات انت ممكن تشتري الشقه عاطفيا، يعني المطور معروف، اللي عجبني الكواليتي، عجبني الشكل، لكن الديفلوبر اللي عنده علاقات وعنده معلومات وشغال بينتج منتج زي ده، فهو ما بيلعبش على عشوائيه. لا، الراجل ده لازم يكون دارس المنتج بتاعي ده هبيعه لمين، انا بصنعه النهارده او هعمل مشروع النهارده هيتباع لمين، واللي هياخده هيكسب فيه ازاي. فانا لازم اعرف في الاخر الاند يوزر، المستهلك النهائي للمشروع ده، هيبقى عامل ازاي. فالمطور اللي عنده خبره في حاجات زي كده ما تقلقش، لان هو مصمم المشروع عشان انت تكسب. المطور النهارده مصمم المشروع للعائلات اكتر بكتير جدا من ان هو بس مجرد مشروع عشوائي في اي مكان. مختار اماكن مميزه، مواقع زي الجي في تي، الجي في سي. اول ما بدا بالجي في سي اللي هي اعلى طلب عائلي في دبي واعلى طلب في دبي حاليا، اعلى عوائد ايجاريه هي والجي في سي وارجان. واخد في دبي لاند اللي هي المستقبل القريب جدا. اولا دبي لاند، عايز اقول لك الايجارات عماله تزيد دلوقتي في دبي لاند بنسبه كويسه جدا، زي ما واضح قدامك عندك على الشاشه. الايجارات بتزيد في دبي لاند، من الاماكن اللي الايجارات فيها بتزيد. تاني حاجه الطلب عليها عالي جدا، لان هي بتخدم الداون تاون والبيزنس باي، بتخدم كل الناس اللي شغاله هناك. زائد كمان ان هي هيخش لها خط مترو، خط المترو هيزود الايجارات، هيزود الاسعار. دي دبي لاند. طبعا مش بكلمك النهارده على منطقه بعينها، لان كل منطقه ليها اللي يضحك عليها، ليها مستقبلها ازاي، الايجارات هتزيد فيها ازاي، الطلب عالي عليها ازاي. بس انا هكلمك على المشروع اكتر. حكيت لك المطور اوبجكت 1 موجود في دبي. اوبجكت 1 بيفيدك ازاي وبيقدم لك ايه العناصر اللي بيقدمها لك. اول حاجه اللوكيشن، يديك لوكيشن كويس، قطع ارض مميزه داخل اللوكيشن، على المدخل وعلى اطلاله فيلا كوميونتي وجنب الفيلا كوميونتي مناطق راقيه. ثالث حاجه بيقدمها لك الكواليتي، معروف الكواليتي بتاعته، تشطيبات سوبر ديلوكس زي ما انت شايف كده. بيسلمني كل حاجه مفروشه بالكامل مع خطه دفع مرنه 3 سنين بعد التسليم او 30 شهر بعد التسليم،
وافوردبل برايس، اسعار بتبدا من 680 حسب البيمنت بلان، لان هو بيديك خصم على 50 على 60 40 او 70 30 بيمنت بلان. بيديك كمان البيمنت بلان الخصم، السعر، المساحه، بيديك مساحه كبيره جدا، يعني اقل مساحه عنده 400 قدم تقريبا. زائد كمان هديك معلومه كويسه جدا، مفيش حاجه هتشوفها داخل المشروع، وزي ما هوريك في الفيديو بالكامل مفيش حاجه جوه المشروع الا براندد معظمها. يعني ما في السيراميك ايطالي، الادوات الصحيه جيبر، الادوات الكهربائيه هتكون لوجراند، دي فرنسي، براند فرنسي. الاجهزه بتاعه المطبخ، اجهزه المطبخ كلها بالكامل بيرتزوني، وده براند ايطالي. وبرايم لوكيشن موجود الخط الثاني من شارع الشيخ، شارع الشيخ زايد مباشره جنب متحف المستقبل، وجنب قريب من برج خليفه وشارع الشيخ زايد. بس الفكره هنا ان الاسعار هنا اعلى، بس طبعا برايم لوكيشن، انت بينك خطوات المترو، خطوات شارع الشيخ زايد، خطوات دبي مول، فانت في قلب دبي حرفيا. عشان تطلع الصف الاولاني هتدفع الضعف، يعني الاستوديو في دي بيبدا مثلا مليون و100، مليون و200، الغرفه والصاله مليون 500، مليون 600، مفروشه بالكامل نفس الفرش ده بالظبط كده. في فرق في الفرش طبعا، ده الفرش التوب لاكجري، بس انا بكلمك على المستقبل، على المشاريع بتاعه دبي لاند وكده، مش هتقل كواليتي كتير عن دي، بس نفس البراندات الايطالي الالماني كده. يعني هنا حاطين بوش الماني، هيبقى بيرتزوني ايطالي، اللي هو ما بين الفاكهه مانجا ولا فراوله، الاثنين حلوين، ده اللي بكلمك فيه. طبعا الايجار هيزيد عندك بطريقه كبيره جدا، انك بتشتري بسعر النهارده كل الخدمات دي وكل المساحات دي بتشتريها بسعر مساحه، يعني لو عشان تروح عند بعض المطورين مساحه اقل، مفيش مفروش بالكامل، مفيش خطه دفع، ونفس السعر او اعلى شويه. كان النهارده دي ادفانتج كويسه جدا. المطور ده اندر ريتد، يعني سعره اقل من سعر السوق، من سعره اقل من السعر اللي المفروض يكون عليه. ليه؟ لان بكل بساطه نفس المطورين اللي بيقدموا نفس الخدمات دي بيقول لك اقل حاجه عندي 700,000 درهم ومساحه اصغر، فانت النهارده بتقول لك لا ب 680,000 درهم او ب 680,000 درهم بدايه الاسعار، مساحه اكبر، سعر القدم بيقل. يعني لما اقول لك 680 على 400 قدم، عكس ما اقول لك 700,000 درهم على 350 قدم، في فرق في القدم. لازم تخلي بالك من التفاصيل الصغيره دي. زي ما بقول لك خلي بالك من ان انا النهارده اجيب لك مشروع بيديك تفاصيل كتير. زي ما قلت لك الاجازه الكهربائيه عملت لك المساحه على قد ما اقدر. دلوقتي طيب الايجارات المتوقعه لشقه زي دي، اقل حاجه الاستوديو 50,000 درهم، اقل حاجه بالميت. الغرفه وصاله فوق ال 90,000 درهم، 95 100 110 جرانتد. نفس المطورين اللي بيسلموا نفس الافكار ونفس الخدمات ونفس الكواليتي بيأجروا بنفس السعر، بل بالعكس انت عندك ميزه اكبر ان انت مساحتك اكتر. اللوكيشنز كلها برايم لوكيشن. في لوكيشن النهارده برايم زي دبي الجي في سي والجي في تي، وزي الداون تاون او اللي هي جمهوريه جاردن سيتي. لكن عندك برايم لوكيشن جاي قريب اللي هو دبي لاند، هو قريب وممتاز، بس مجرد ما تبدا التسليمات تزيد والناس تلاقي فرصه انها تاجر هناك، والناس اللي تلاقي فرصه انها تشتري هناك، هتلاقي الاسعار بتزيد، هتلاقي المشروع بقى برايم لوكيشن. انت اصلا جنبيك القريه العالميه، جنبيك عالم المغامرات، جنبيك 3 مولات كبار. مفيش منطقه فيها مول الا ما تكون منطقه حلوه، لان المول مش هيتبني بالحجم ده كله والدوله تصرف فلوس ومستثمرين تستثمر في المول عشان خاطر ان المول يبقى فاضي او في منطقه ضعيفه. انا بكلمك جنبيك المدينه الاكاديميه، اكتر من 27 كليه وجامعه هناك، كليه واكاديميه هناك. جنبيك زي ما قلت لك واحد السيليكون، المترو هيجي في المنطقه، الاسعار هتزيد الفتره الجايه. فدي فرصه كويسه انك تشتري في دبي لاند، وفرصه ممتازه انك تشتري في الجي في سي، بس لو بتدور على عوائد استثماريه عاليه، مش بتدور على زياده في راس المال، لان الجي في سي نعتبر بنقول ان سعرها وصلت للبيك، حتى لو في زياده هتزيد مش تبقى كتيره. الجي في تي فيها فرصه كويسه جدا جدا جدا، كزياده اسعار، كزياده ايجارات، ككل ده. كل ده هيفيدك اكيد انك انت كمستثمر عايز ايه تاني. طب الساكن النهائي او الناس اللي هتيجي تأجر منك عايزه ايه تاني؟ انت بتقدم كل حاجه، حتى الخدمات، مطور بيقدم كل الخدمات اللي مطلوبه وزياده شويه. في عندك ملعب تنس، ملعب بدل، مسابح، شاطئ صناعي، مش حمام سباحه عادي، شاطئ صناعي، شاطئ رملي. يعني كل الخدمات الترندي اللي طالعه في السوق احنا وي ار ابديتد، احنا على طول على الجديد. اللاي اوت بيختلف. دي اللي هي اسمها الكيتشن ايلاند اللي بتبقى في الوسط، دي ما تبقاش موجوده في كل المشاريع، وتعتبر طبعا المساحات بتزيد وتقل حسب كل ما المساحه زادت كل ما كان في ميزه. يعني مثلا المساحه لما بتزيد بيكون عندي ستادي روم او ميد روم، او ان انا عندي لاندري روم، بدل ما تكون الغساله في المطبخ لا الغساله تبقى لوحديها.
فدي كلها تفاصيل المشروع ده. المطور بيديك خطه دفع كويسه، عندك 60% او 70% خلال الانشاء، 30% على 3 سنين بعد التسليم او على 30 شهر بعد التسليم اللي هو 1%. التسليم بيكون خلال سنتين، كوارتر الرابع 2027، يعني سنتين وحاجه بسيطه. بتكون دفعت 70%، دفعتك الاولى 20%. كل دي ممتازات. انا بقول لك، انا بنصحك انك انت لو عندك بتدور على عقار دلوقتي، دي فرصه كويسه جدا انك تستغلها دلوقتي. هعمل لك تور في الشقه على السريع عشان وقت الفيديو، وزي ما قلت لك دي رقم قدامك على الشاشه والواتساب، تقدر تتواصل معايا لو حابب تحجز في المشروع. بالمناسبه في خصم 7% على المشروع دون لحد للاسف 30/8. الفيديو ده هيتنشر النهارده ان شاء الله، هيكون التاريخ 29/8 يعني بكره. والله اعلم اذا كان هيمتد معانا في شهر 9 ولا لا. انا محمد مصطفى، مستشار عقاري في دبي. اشترك في القناه للمزيد من التفاصيل وعشان تتابعنا وعشان نجيب لك استثمار عقاري مميز. بالمناسبه احنا متخصصين في الشراء وفي اعاده البيع وفي الايجارات، يعني كله ان هاوس. فانت بتستثمر معانا، بناخد لك المشروع بتاعك او الاستثمار بتاعك من A to Z. الايجارات وكل التفاصيل دي بنناقشها معاك ان شاء الله في مكالمه خاصه. طيب ادي المشروع قدامنا. هنعمل وايد انجل شويه وهنصغر عشان نشوف الدنيا. تمام. طبعا الشقه بتيجي مفروشه. ادي اول حاجه الباب بيجي لي سمارت سيستم، تعمل باسورد للشقه عشان خاطر تدخل، وده بيرتبط بايه؟ بيرتبط بسيستم برضه. تمام. بص على الادوات دي كلها براندد برضه وكواليتي عاليه جدا جدا. الهاندل كواليتي ممتازه جدا جدا، يعني تمسكها هتحس بيها، هتعرف ان الكواليتي عاليه. بالنسبه للاجهزه الكهربائيه زي ما قلت لك براند فرنسي لوجراند. كل ده سمارت سيستم يعتبر. ده مجرد ما تخش تدوس ينور لك الاضاءه كلها بالكامل. حابب تتحكم في الاضاءه، كل ده بالتكات بس كده. كده تكه فصل، تكه ينور. تمام. طيب تخش، نيجي بقى نبص على التفاصيل دي. اللاندري روم، طبعا المساحه هنا كبيره شويه، 700 قدم و750 قدم. دي اللاندري روم زي ما احنا شايفينها كده. طبعا ده مكان بيبقى على جنب، تقدر انك انت مكان الغسيل تحط فيه ادوات النظافه والكلام كده. تمام. برضو عندنا هنا اهو ده المطبخ. طبعا هنتكلم على كل التفاصيل اللي هنشوفها، هنتكلم على كل تفاصيل الايلاند بالترابيزه السفره، حاجه جميله جدا جدا. طبعا ده المشروع قلت لك، ده البراند اللي هو بوش للثلاجه، وتحت برضو الفريزر بيجي معانا برضو. فطبعا ده بوش الماني، بس ده بيجي زي ما قلنا في المشروع بتاع جمهوريه جاردن سيتي، لكن في دبي لاند والجي في سي والجي في تي بيجي له جراند. تمام. هنا عندنا بنستلم دي، طبعا بنستلمها برضو غساله صحون في الغرفه والصاله، الاستوديو ما بيكونش فيها. تمام. دي غساله صحون. هنا ده مكان تخزين تحت الحوض برضو تاني غير الحوض. الرخام اللي موجود عندنا رخام ممتاز جدا، كواليتي عاليه. اماكن الديكورات اللي ورا دي بتبقى موجوده، او الاماكن دي بتبقى موجوده. عندي اماكن تخزين متعدده شفافه وخشبيه زي ما احنا شايفين برضو. بعد كده هنا عندي البوتاجاز. تمام. الفرن وفي البوتاجاز ما بيكونش كهربائي، بيكون نار اللي هو الغاز العادي، مفيش مشكله. في اماكن هنا طبعا في الايلاند اللي في النص باماكن تخزين زي ما احنا شايفين برضو كده. الدرج كبير عشان يكمل لك الشكل الجمالي. تمام. وكله سوفت كلوز يقفل على الهادي. ترابيزه السفره بتبقى موجوده، دي برضو حاجه صغيره كده بتبقى للتخزين على جنب كده، بس يعني ما اشوفهاش اللي هي اقوى حاجه، بس حاجه كويسه. تمام. نفس الفرش اللي احنا شايفينه دلوقتي بنستلمه في بعض المشاريع، وبعض المشاريع التانية حسب البروشور. لما بنشوف البروشور نفس كده التفاصيل. الستاير بتيجي كلها سمارت سيستم، مرتبطه بالسيستم طبعا، فتح والقفل والكلام ده كله. والديكورات بعض الوحدات بتيجي مع الديكورات. دي اوضه النوم. واوضه النوم هنا هنلاقي فيها كذا ميزه كويسه جدا. بيعجبني الدولاب قوي، ان زي ما شايف كده في بعض الاماكن هيكون فيها الووك ان دروب. زائد كمان الدولاب جوه فيه تفاصيل كويسه حلوه جدا جدا. دي كده اوضه النوم زي ما احنا شايفينها. السقف بيكون ارتفاعه 3 متر واكتر، فعندك اضاءه طبيعيه طول اليوم. عايز اقول لك السقف لما بيكون عالي مهم جدا جدا، مش عن عبث والله. لما تحس ان السقف واطي بتبقى ضلمه، مش زي ما تكون السقف عالي ويديك اضاءه طبيعيه طول اليوم واضاءه قويه. بتحس بفخامه، بتحس بالوسع، بتحس بالطبيعه، انك انت عايش مع الطبيعه. ده حقيقي والله. يعني انت لما تخش على مكان منور باضاءه طبيعيه جميله جدا جدا، تحسها لما تخش مكان زي كده. يعني حتى معظم الفلل بيدور دايما هيدور على الدبل هايت سيلينج، يعني اللي هو السقف يكون ارتفاعه الدبل عشان يديني فخامه اكتر، وضوح اكتر، وسع اكتر، طبيعه اكتر كده يعني. فادي كده الشقه. السرير طبعا زي ما قلنا بتيجي مفروشه بالكامل. تمام. السرير، الترابيزات، السقف.
خش بقى على الووك ان دروب. طبعا ده بيبقى عندك طبعا كلها بتبقى مضيئه زي ما احنا شايفين كده، تنور اول ما تفتح تنور معاك. طبعا اماكن للتخزين، ادراج، كل حاجه. هنا في التسريحه مع المرايه طبعا، ودي طبعا نفس الكلام. هنا بقى الدولاب، دي الحته اللي انا بفضلها للرجاله وللستات برضو في نفس الوقت. الضلفه دي هي ضلفه في الغالب الاكسسوارز، تقدر تحط هنا السيدات تحط الشنط بتاعتها طبعا بتاعتها هنا. هنا الرجاله والستات برضو يحطوا الاكسسوارز، سواء الذهب، سواء الساعات، سواء المناديل، البدل، كرافتات البدل، كل ده نظارات تقدر تستخدم. ده نفس الكلام هنا، وده نفس الكلام برضو. تعلق فيه حاجات او تركب فيه حاجات برضو خاص بالاكسسوارز عموما يعني. تحت نفس الكلام، ممكن يبقى شوراك مثلا حسب الاستخدام. بس دي الحته دي بحبها قوي، لان هي معظم الناس بيبقى عندها مشكله في الاكسسوارز بتاعتها، احطها فين احطها فين. بس الستات في الغالب بيبقى عندها التسريحه، بس دي للميك اب يعني، مش هتكون مش اكتر من الميك اب يعني، هتبقى للميك اب اكتر يعني. نفس الكلام هنا برضو. تمام. دولاب. تيجي بقى الحمام، احنا في حمام بره ما شفناهوش، هنشوفه. تمام. ادي كده حمام اوضه النوم. نقرب الكواليتي كده عشان تبان الجوده صح. تمام. هيبقى بعض الوحدات فيها بانيو وبعض الوحدات ما فيهاش بانيو. تمام. ادي الحوض. تمام. لسه نطلع نشوف الحمام بتاع بره، لازم نشوفه. تمام. ادي هنا كده برضو ده الشاور اريا. عندك بيبقى في بانيو وفي شاور اريا زي ما احنا شايفين. ادي كده اوضه النوم شفناها، شايفين الكواليتي، كل حاجه موجوده زي ما احنا شايفين. ادي هنا ده كده اللي هو حمام الضيوف بيبقى موجود، نفس الكلام كده. بس انا محمد مصطفى، مستشار عقاري في دبي. ما تنساش تشترك في القناه، مشروع كويس جدا. للتفاصيل سجل معايا على الخاص. شكرا.